التيك توك هذا لازم ينحذف. وصل حده والله العظيم، مثل أي يوم دخلت للتيك توك وطلع لي هذا. وين بتروح؟ بروح انام، ايش تبغيني؟ نبي حل حق مشكلتنا. يا حبيبي مشكلتكم حلها مو عندي، الحل الوحيد اللي اقدر اسوي لكم اياه، اخذوا هالكاميرا اللي نساها عبري بسيارتي وبيعوها. رجال كامل بشحمه ولحمه وتسوي حركات لا حول ولا قوة الا بالله، تسوي حركات اخر عمرك تدور شهرة، ويا ليت شهرة ايجابية، شهرة سلبية متسلبة. حاول تشتهر بشي حلو مثل نصايح تقدمها للناس باعتبارك رجال شايب او تقرأ قرآن. اللي بعده، شنو سيارة احلامك؟ سيارة أحلامي عندي موجودة. يعني عندك سيارة احلامك؟ ايه أكيد. شنو ايش عندك السيارة؟ رانج روفر. عندك رانج روفر؟ ايه. يعني قد صارت على بيش اشتريتي؟ والله جتني هدية أنا ما أشتري. السيارة وجتك؟ اخوان اعترف لكم بشغلة، أنا أشتغل بالجمرك المدني العراقي المرتبط على الحدود السعودية، وكل يوم تجينا 1000 سيارة مغتربة، يعني سيارة خليجية. أول شيء أسأل السائق عنها وأسعارها بدبي. أسعار السيارات جدا رخيصة بدبي، رانج روفر، مرسيدس اس كلاس، مرسيدس مايباخ، مرسيدس اس 550، مرسيدس جي كلاس، أوباما، رانج. الرانج نفس هذه سعرها حوالي 10,000 دولار، وهذا المرسيدس سعرها 7,400 دولار، جي كلاس ب 17,000 دولار. استغفر الله، هذه كذابة، ترى سعر سيارتها بالزايد 12,000 دولار. اوكي، يجيني واحد يقول لا سعرها غالي، هذه سيارة فارهة ما ادري شنو. احب اقول لك لا، رقم سيارتها دبي يعني رخيصة جدا. اللي بعده، طب فيني خبرك شغلة؟ انت بتعرف انه انا مثلا بشتغل وعندي مصاريفي وما بعازل رجال وعندي ديوني وما بشتغل شغل حرام وماشي بما بيرضي الله. لحظة، ماشية بضمير يرضي الله؟ على كف امك الدين هو. ها شلون ماشية بضمير يرضي الله وانت طالعة بملابس تبن؟ انا لعنة الله. كملي. واحتياجاتي الجنسية لك لما فتحت لك اياها على الاخر انا حرة فيها، انا بيني وبين ربي وبين احساسي حرة. لا انت ولا اي رجال مثلك ومثل امثالك حيبيعوا دقيقة، احتياجات الجنسية وقبل شوي تقول امشي بما يرضي الله؟ لعنة الله. خليني احاول افتهم شنو اللي قاعد يصير. هذه قاعد تكذب علينا وذبك، بس خليني اسمع رد الرجال عليها. المرأة انت بلا اهل، انا بلا. لا وقف. والى هنا نكون قفلنا ملفها الفاشل. كلمة واحدة فقط استطاع ان يجعلها كالحمار. أيضا قلنا نغسل ايدينا ب7 صابونات، ما إلى أي مستقبل، ما يقدر كل شيء يسوي ويقول عين، ولكن كل هاي ترسبات وكل هاي والله الإعلان هذا خايس، كل شوي طالع لي زوجتك زعلانة اشتري لها مدري شنو، اطلبها الآن لكي ترضي مرتك مدري شنو. منتج فاشل. أنصحكم لا تنخدعون بالإعلانات، ترى أغلبها نصب واحتيال. بالله إذا شخص رجع من الدوام ومرته ما جهزت الغداء وجلدها جلد وبعدين زعلت، هل يا ترى راح يطلب هذا المنتج وينتظر يوم كامل إلى أن يصل، ولا يروح لأي محل ويشتري لها وخلاص؟ المهم وصلنا نهاية المقطع وشكرا لكم.